السلام عليكم حبايب. تعالوا اليوم نسوي نقدم الضيافة. شوفوني أنا شو أقدم ضيافة. عندي من يجيني ضيف، من يجيني خطار. هنا أنا عندي زبدة، وعندي قلاص شكر مطحون، سكر مطحون، وقلاصين طحين متعدد الاستعمالات، يعني طحين صفر. عندي 3 بيضات، وعندي لقوم طبعا، ومي هم نستعمله قليل، بس هسه تشوفون شلون نستعمله المي. طبعا كمباودر هم نستعمل ظرف واحد. هنا أنا حطيت الطحين قلاص، والقلاص الثاني، وهذا عندي كوب همينة، يعني نفس الشيء، نفس المقدار سكر مطحون، يعني كوب واحد، كوبين طحين، كوب واحد سكر مطحون. أنا راح أقول لكم المقادير بالفيديو، حتى المتابعين مرات يقولوا لي أنت متى تقولي لنا المقادير، ما تكتبي بصندوق الوصف، أنا أشرحها. هذا عندنا فانيلا خاشوقة صغيرة، طبعا أنا أشرحها بالفيديو، يعني اللي يشوف الفيديو راح يعرف أنا إيش سويته بالتفصيل، أنا أشرحها. نخبط المكونات الجافة طبعا بظرف بيكنج باودر. عندي هنا 200 غرام من الزبدة ما يعادل كوب تقريبا، وهذا هسه راح أعجنه وأخليه. أول مرة راح أخليه يصير مثل الرمل، همينة أخليه يعني أعجنه وحده هو وبس بالزبدة ويصير مثل الرمل. همينة واحد يحتاج إذا يجي خطار وشي يحتاج يعني يحط قدامه فشي حلو، يعني مميز، شي مميز حلو، يعني يعني يصير شي حلو، يعني لتكريم الضيف والخطار واحد يسوي له شي حلو ويحط قدامه. يعني هنا أنا سويتها بيدي طبعا. هنا أنا هاي بيضتين، طبعا البيضة طلعت بيضة وحدة، كان أنا 3 طلعت بيضة وحدة فاسدة، فذبيتها استعملت 2، قلت كافي، كلش كافي. طبعا هذا بيض عرب، أنا جبته، شوفوا شلون صار أصفر. الصفار مال البيض العرب يصير أصفر، وخلال لي العجينة كلها تصير صفرة هيك بشكل حلو. هنا أنا عجنت طبعا عجنة زينة وحلوة، خليت تتلابس كل شي مع بعضه. حبايب لا تنسونا باللايك والاشتراك. هنا أنا شوفوا هذا هو القوام، يسألوني ما تشوفين القوام مال العجينة، هاي هي قوام العجينة. هنا شوفوا كلش حلوة طبعا العجينة هنا. هيك القوامها، شلون ما نسويها تصير طبعا هيك. هسه نجي هاي، قلت خلي اشوفكم، لان انا حقيقة نسيت اقول لكم عن ضرف الكمباودر بالمكونات الجافة. هي هاي كانت ضرف الكمباودر انا اللي حطيته، قلت حتى ما انسى. هسه نقسمها على قسمين حتى نشكلها اشكال حلوة. هاي قسمين، يعني بالسكينة قصيتها على قسمين. هاي القسم هسه نجي هاي القسم نجيبه على نحطه بغير ماعون، ونحط فوقه خاشوقة كاكاو، يعني بدون شكر، وهذا يعني خاشوق خام، يعني كاكاو خام مال حلويات. وقطرات شفتوا، يعني نص خاشوقة من المي، ما استعملنا حتى، بس نذوب هذا الشي. المي ما نحتاجه غير بس بهذا الشي، لأن يعني المي ما نحتاجه بهاي الوصفة. هنا عجنت عجنة زينة كلش، وحطيتها خليته، شوفوا هاي العجينة صارت بهذا الشكل، كلش حلوة صارت العجينة.
هسه نجي نسوي أشكال نشكلها. طبعا سوينا أشكال كلش، بناتي وياي سووا أشكال، تقدرين تلمين العائلة تقعدين كل واحد يسوي شكل، كل واحد يسوي اللي بباله، يعني منظر يعني شيك حلو، وتحطينه بالطبق من يجي الخضار وشي واحد يحطه قدامه يرفع الراس يعني. هاي الشكل مرتب وحلو، تسوين أشكال حلوة ومرتبة. طبعا طعمها كلش طيب، هاي الوصفة جربوها راح تشوفونها كلش مميزة. طبعا هاي هي كوكيز يعني. هالقد ما يعني كانت دسمة شوية، يعني انت تقدرين تحطي له بعد شوية مي على مود لا تقوم يتقطع، يعني من تشوفين العجينة جفت، او انت تقدرين تغطينه. انا جيت والله ما مغطيته والبنكة مشتغلة طبعا فوقايا، وقاعدة شوية تبس العجينة، بعدين غطيتها باللايلونة لا قامت تصير عندي ما تتكسر يعني. تقدرين انت شوية مي يعني حق خاشوقة أكل مي تحطي له وتعجنيه عادي يصير يعني نفس الشي، يقوم ما يتكسر عندك. تسوين هاي الأشكال الحلوة. شوفوا هاي الشكل. هنا عندنا القالب همينة عندنا سوينا بيه أشكال. هذا عندي قلب سويته همينة هيجي شكل. هاي الأشكال الحلوة تحطينها قدام الضيف، خطار تجيج وانتي تصيرين واثقة من نفسك وواثقة من اللي تحطيه قدام الخطار. شوفي هذا الشكل الحلو بالقالب تسوينه كلش حلو شكله. هاي بنتي جابت التشفشير، هنا تقول أسوي شكل القنفذ، همين حطت وسوت، وصحيح طلع شكله كلش جميل. كل وحدة من بناتي سوت أشكال، سوت شكل، فكنا قاعدين في عصرية تتونسين انتي وبناتك، انتي واللي بالبيت تسوين أشكال حلوة، هم تتونسون همين تسوون شي مفيد يعني، أحسن ما قاعدين كل من قاعد على موبايل ومنزل راسه ويضر نفسه. شوفي هذا الشكل، هذا طبعا كاكاو خام حطته ولغمطته بيه. هذا الشكل عندي همينه سوينا اشكال دائريات. شوفوا بهذا الشكل حطت واحد فوق اللاخ، حطيناه هيجي. شوفوا بهذا الشكل. هسه نجيب سكينة، هسه نجيب السكينة. شوفوا هاي الشكل هم كلش عجبني، وتقصي بهذا الشكل. طبعا هذا الشكل الحلو، شوفوا شلون طلع أشكاله حلوة مخططة هيجي. شوفوا شفتوا هيجي كلش حلو طبعا. هاي سوينا مرتلوخ، هاي الأشكال الحلوة. إن شاء الله يعجبكم وتجربونه وتتلذذون بطعمه. طبعا طعمه كان كلش طيب وحلو، ما تخسرون طبعا إذا تسوونه.
همينة ويا اللايك والاشتراك حطوا لي تعليق همينة حلو من عندكم، شوفوا عجبكم ما عجبكم. إذا ما عجبكم هم قولوا لي، إذا عجبكم همينة قولوا لي. أنا ما أزعل من اللي تقول لي، من تنتقدني يعني. إن شاء الله كل من تتابعني وتكتب لي لايك واشتراك، وكل وحدة تشوفني حتى لو ما تكتب كل شي، همينة الله ينطيها الصحة والعافية ويخلي جهالها ويسلمها ويبعد عنها المرض ويبعد عنها كل شر إن شاء الله. كلكم تشوفون الخير إن شاء الله. شوفوا هذا الشكل همينة، شوفوا كلها صارت بهاي الأشكال الحلوة، يعني كل واحد شكل وتحطينه بطبق قدام الضيف من يجي، هذا شي فخر يعني، شي حلو. أو حتى مو ضيف، انت دللي نفسك، انت دللي نفسك وعائلتك تحطينه قدامهم همينة عصرية شي يصير ويا استكانة شاي أو بيبسي غلاس عصير، هذا كلش حلو بهذا الشكل. شوفوا هذا هنا استوى طبعا، حطيناه بالفرن 180 درجة فوق وجوا شغلته، طلع بهذا الأشكال الحلوة. شوفوا هاي الشكل، هذا الطبق من ينحط قدام الخضار وقدامكم انتو يعني. تسوين كل وحدة شكل وكل وحدة لون، أو تقدرين تحطين أشكال. شوفوا شلون حلوة. هاي الهولي كوتي بنتي سوتها همينة، سوته وتعبت بيه طبعا، وأكلها ابن عمها وزعلت هي. لا تنسونا باللايك والاشتراك. مع السلامة حبايب.